مرور القاهره. صباح الخير يا سياده الرائد. صباح الخير على حضرتك الساده المشاهدين، اهلا وسهلا فندم. ان شاء الله صباح موفق ويوم ان شاء الله يكون موفق. كل سنه وحضرتك طيب، واحتفالات اكتوبر بقى، وعايزين نعرف الحاله المروريه هتبقى اخبارها ايه النهارده؟ هو ان شاء الله من بدايه صباح اليوم نقدر نقول الحاله هادئه تماما، وكل عام وكافه المواطنين بخير ان شاء الله، وان شاء الله نعمل ان يوم موفق للجميع. هو طبعا من بدايه صباح اليوم انخفاض في معدل الحركه المروريه كيوم عطله يوم الاجازه. اليوم واضح ان هو على كافه المحاور انخفاض نسبي في معدل الحركه المروريه. نقدر نقول ان كافه المحاور مرضيه تماما، ونتمنى ان شاء الله يوم موفق للجميع. ولكن عندنا من بدايه صباح اليوم من الساعه 4 فجرا كان في بلاغ بكسر ماسوره غاز بعد ميدان هليوبلس في المتجه لميدان الحجاز في منتصف الشارع. هو طبعا هو كسر وماسوره مياه رئيسيه، طبعا تم الاخطار مع الحمايه المدنيه ايضا مع طوارئ الغاز، ومتواجدين حتى الان للاصلاح بنفس الموقع. تم غلق الشارع في القادم من خدمات مناطق ميدان هليوبلس في المتجه لخدمات شارع الحجاز. يمكن استخدام محور العروبه كبديل في المتجه لاتجاه مناطق عبد الحميد بدوي، فالعوده لاتجاه مناطق نادي الشمس هيكون افضل حاله من الاستكمال من مناطق ميدان هليوبلس. نقدر نطمن المواطنين بنفس الموقع جميع الاجهزه التنفيذيه موجوده باشراف الاستاذ مساعد الوزير مدير امن القاهره شخصيا متواجد بنفس الموقع محل البلاغ. وايضا بالنسبه للخدمات المروريه والحمايه المدنيه كافه الخدمات موجوده لحين الانتهاء بالنسبه والاطمئنان على الحاله بنفس الموقع. بالنسبه لباقي المحاور نقدر نطمن حضراتكم والساده المشاهدين ان كافه المحاور في انخفاض نسبي بمعدل الحركه المروريه. نعم، صباح الورد يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. وعايزين برضو نفكر الساده المشاهدين بالارقام اللي بنبلغ فيها عن اي مخالفات مروريه او حوادث. ان شاء الله لتحقيق التواصل من خلال غرفه عمليات مرور القاهره على 136 011 454 في حاله ورود اي بلاغ داخل مناطق القاهره محاور او ميادين رئيسيه بيتم التعامل وتوجيه خدمات لنفس الموقع، ونتمنى ان شاء الله توفيق الجميع ان شاء الله يوم موفق باذن الله. باذن الله. شكرا سياده الرائد حسام صلاح.